السلام عليكم. طبعا كالعاده الزمالك الفصول البايخه بتاعته اللي ما بتنتهيش مدى الحياه يعني. النهارده الزمالك بيخسر من فريق صاعد من الدرجه الثانيه كالعاده. تعادلنا مع المقاولين العرب وخسرنا النهارده من دجله. وطبعا اكيد مش هنكسب كهرباء الاسماعيليه لان دي طالعه من الدرجه الثانيه وما ينفعش نخسر خاطرهم يا جدعان. جبر الخواطر يا اخوانا، والله الزمالك صراحه حاجه عظيمه. بعيدا بقى عن الهزار يعني وعن الخيبه الثقيله اللي احنا فيها النهارده، اللي احنا نخسر من دجله مع كل الاحترام لدجله يعني. المدرب بتاعنا قليل، انا بقول لكم للمره المليون اهو، والله العظيم يانك فريرا ده مدرب قليل. زيه زي مدرب الاهلي كده، واقف على الخط مظبوط على الفايبريشن، ما بيتكلمش. اللعيبه مش حافظين اي حاجه، ولا جمل ولا ضربات ثابته، لا تمركز ولا انتشار. يعني لا ضربات ثابته لينا ولا ضربات ثابته علينا. احنا حافظين فيها اي حاجه، مش حافظين جمل بتتكرر. اللعيبه بتأدي بشكل عشوائي، بيوصلوا 18 الخصم بمجهود شخصي. الفينش بتاعنا سيء جدا. طبعا الدفاع بتاعنا مستباح، الدفاع بتاعنا مزار سياحي. اي فريق في الدنيا ممكن يجيب فينا اهداف يعني. نصيحه والله العظيم، نصيحه لله من حد بيحب الزمالك، مشوا المدرب ده والحقوا نفسكم. نجيب واحد، مش لازم نعرف نصرف ملايين، نلحق نفسنا النهارده نجيب واحد زي كابتن طارق مصطفى قاعد في البيت دلوقتي اهوت بعد ما ساب البنك الاهلي. ممكن نجيبه واحنا كلنا واثقين وعارفين انه مدرب كويس، وبالامكانيات اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي وبالامكانيات بتاعت اللعيبه دي والصفقات هيقدر يعمل نتائج كويسه. نلحق نفسنا من دلوقتي قبل ما الحكايه تخيب. تصبحوا على خير. السلام عليكم. طبعا كالعاده الزمالك الفصول البايخه بتاعته اللي ما بتنتهيش مدى الحياه يعني. النهارده الزمالك بيخسر من فريق صاعد من الدرجه الثانيه كالعاده. تعادلنا مع المقاولين العرب وخسرنا النهارده من دجله. وطبعا اكيد مش هنكسب كهرباء الاسماعيليه لان دي طالعه من الدرجه الثانيه وما ينفعش نخسر خاطرهم يا جدعان. جبر الخواطر يا اخوانا، والله الزمالك صراحه حاجه عظيمه. بعيدا بقى عن الهزار يعني وعن الخيبه الثقيله اللي احنا فيها النهارده، اللي احنا نخسر من دجله مع كل الاحترام لدجله يعني. المدرب بتاعنا قليل، انا بقول لكم للمره المليون اهو، والله العظيم يانك فريرا ده مدرب قليل. زيه زي مدرب الاهلي كده، واقف على الخط مظبوط على الفايبريشن، ما بيتكلمش. اللعيبه مش حافظين اي حاجه، ولا جمل ولا ضربات ثابته، لا تمركز ولا انتشار. يعني لا ضربات ثابته لينا ولا ضربات ثابته علينا. احنا حافظين فيها اي حاجه، مش حافظين جمل بتتكرر. اللعيبه بتأدي بشكل عشوائي، بيوصلوا 18 الخصم بمجهود شخصي. الفينش بتاعنا سيء جدا. طبعا الدفاع بتاعنا مستباح، الدفاع بتاعنا مزار سياحي. اي فريق في الدنيا ممكن يجيب فينا اهداف يعني. نصيحه والله العظيم، نصيحه لله من حد بيحب الزمالك، مشوا المدرب ده والحقوا نفسكم. نجيب واحد، مش لازم نعرف نصرف ملايين، نلحق نفسنا النهارده نجيب واحد زي كابتن طارق مصطفى قاعد في البيت دلوقتي اهوت بعد ما ساب البنك الاهلي. ممكن نجيبه واحنا كلنا واثقين وعارفين انه مدرب كويس، وبالامكانيات اللي موجوده في نادي الزمالك دلوقتي